الفيديو ده عبارة عن تكملة لمجموعة الفيديوهات اللي فاتت اللي بدأناها في مجال فريلانس، واللي بدأناها فيديو مهم جدا عرفنا من خلاله مجال فريلانس، وبعد كده اتكلمنا عن مواقع الفريلانس وايه اهميتها وايه مفهومها اصلا. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن المجالات اللي تقدر من خلالها تدخل لمجال فريلانس بشكل عام، وان شاء الله يكون في فيديوهات تانية هنتكلم فيها عن كل مهارة من المهارات دي بالتفصيل. هي مساء الفل عليك او صباح الفل حسب الوقت اللي بتسمعنا فيه، واهلا بيك في دكتور فريلانسر. بعد ما اتكلمنا عن مجال فريلانس واهم المواقع اللي نقدر ندخل من خلالها لمجال فريلانس، كان بيجي لنا سؤال دايما مهم جدا: طب انا نفسي ادخل لمجال فريلانس لكن بيقابلني مشكله، وهو ان انا ما عنديش مهاره. فايه هي المهاره اللي انا اقدر اتعلمها، ويعني ايه مهاره اصلا عشان ادخل بيها مجال فريلانس؟ هقول لك والله حضرتك دلوقتي لما بنيجي نقول لك ان في شركه كذا بتوظف ناس، فتيجي دايما تقول وايه هي المتطلبات اللي طالباها؟ فنيجي نقول لك مثلا هم طالبين اتش ار، او طالبين سيو سبيشالست، او طالبين حد بيعرف يشتغل برمجه، او طالبين حد بيشتغل كذا. وعلى الاساس ده بتحدد هل ده بيماتش مع المهاره بتاعتك ومع الحاجه اللي انت بتعرف تعملها ولا لا. ولو بيماتش مع المهاره بتاعتك بتبدا انك تروح تقدم عليها. هي دي نفس الفكره. انت دلوقتي عشان تدخل لمجال فريلانس عرفت يعني ايه مجال فريلانس، وعرفت المواقع بتاعته، وعرفت تسجل عليها وسجلت عليها وعملت كل حاجه. طب ما العملاء بينزلوا شغل لكن انا ما بعرفش اعمله، ما عنديش المهاره ان انا اعمله، فبالتالي لازم عشان ادخل لمجال فريلانس يكون عندي مهاره معينه. وفي الفيديو ده هنتكلم عن شويه مهارات كده تقدر تدخل من خلالها لمجال فريلانس، من المهارات البسيطة ومن المهارات الكبيرة. وفي كل مهارة هنتكلم في شوية نقط مهمة جدا وهتفيدك جدا عشان تحدد المهارة بتاعتك وايه المهارة المناسبة اصلا عشان تدخل بيها للمجال فريلانس. اول حاجة هنتكلم فيها هي المهارة دي سهلة ولا صعبة، مدة التعلم بتاعتها ممكن تكون قد ايه. بعد كده هنتعلم هل هي المهارة دي محتاجة امكانيات معينة ولا ممكن امارسها باقل الامكانيات ومن الموبايل بتاعي. وبعد الموضوع دوت وبعد نهاية الفيديو ده هتكون قادر تحدد ايه هي المهارة المناسبة ليك. على فكرة ممكن بعد نهاية الفيديو ده تلاقي عندك شوية مهارات كده تقدر تدخل من خلالهم لمجال فريلانس لكن انت ما كنتش عارفهم، فركز معايا. اول مهارة هنتكلم عنها وهي مهارة كتابة المحتوى. هتقول لي دايما انت بتدي امثلة على كتابة المحتوى، وانت بتدي اصلا كورس لكتابة المحتوى، ودلوقتي بتقول لي اول مهارة تتكلم عليها كتابة المحتوى، ليه كل ده؟ اقول لك والله لاسباب كتيرة جدا. مهارة كتابة المحتوى من اهم المهارات المنتشرة على مواقع الفريلانس في الوقت الحالي، وعلى فكرة هي اكتر مهاره منتشره في الوقت الحالي. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان انا مثلا على سبيل المثال صاحب شركه تسويق محتاج كونتنت كريتور معايا، صاحب ويب سايت محتاج كونتنت كريتور معايا، بشتغل في متجر معين محتاج كونتنت كريتور معايا، فبالتالي كاتب المحتوى ده بيعمل كل حاجه. وعندنا مقوله مهمه جدا مؤمنين بيها اسمها كونتنت از كينج، يعني المحتوى هو الملك، ففي اي حاجه المحتوى بيكون اهم حاجه. فكاتب المحتوى ده من اهم الناس اللي موجودين دلوقتي واللي شغله منتشر بشكل كبير جدا، سواء في الحياه العامه او على مواقع الفريلانس. طيب زي ما اتفقنا تعال نشوف المهاره دي. اولا هي مهمه ولا لا؟ مهمه جدا. سهله ولا صعبه؟ مهاره سهله جدا 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 تعلمها. هل هي مقتصره على الناس اللي بتعرف تكتب؟ لان دايما برضو في ناس بتقول لي الموضوع ده: انا ما بعرفش اكتب. انا مش بكلمك في كتابه ابداعيه ولا بقول لك تعالى اكتب لي قصه ولا اكتب لي بيت شعر، انا بكلمك في كتابه مقعده ليها قواعد معينه لو مشيت عليها بتعرف تعملها. طب القواعد دي تتعلمها فين؟ من كورسات كتابه المحتوى، من فيديوهات على اليوتيوب. ابدا انك حدد ازاي تتعلمها وهتتعلمها بكل سهوله. السؤال اللي بعد كده: هل هي محتاجه امكانيات معينه؟ فاقول لك لا، بكل سهوله تقدر من الموبايل بتاعك تمارس المهاره دي، لان هي بكل سهوله انت بتكتب محتوى معين سواء كان على النوت اللي على الموبايل او على اي ابلكيشن تاني، وبعد كده بتاخده تحطه على ملف وورد وتسلمه للعميل. ولو مش عارف ازاي تكتبه على الوورد ففي فيديو عملناه في القناه هنا وهيظهر لك دلوقتي فوق، تقدر من خلاله تتعلم ازاي تكتب على الوورد من الموبايل. المهارة رقم اتنين، وبما اننا اتكلمنا عن الكتابة في البداية فتعالى ناخد معاها الترجمة، لان دايما في قسم كده جوه مواقع الفريلانس اسمه الكتابة والترجمة. الكتابة بكل انواعها والترجمة بكل انواعها وبكل لغتها. الترجمة برضو من الحاجات المهمة جدا اللي تقدر تمارسها على مواقع الفريلانس. فلو انت دلوقتي بتعرف تتعامل بلغة تانية او اتعلمت لغة تانية بشكل كويس، انت دلوقتي لو في سنين التعليم او في كلية من الكليات اللي بتتعامل باللغة الانجليزية مثلا، فبالتالي انت معاك لغة كويسة تقدر انك تنميها بكل سهولة وتمارسها وتشتغل بيها على مواقع الفريلانس. تقول لي دي شغلها بيكون ايه؟ اقول لك والله الترجمه، تترجم سكريبت معين، تترجم حاجه معينه، مقال معين، فموضوع سهل جدا وبسيط جدا. وممكن يكون عندك المهاره دي لكن انت ما كنتش عارف انك تقدر تمارس المهاره دي على مواقع الفريلانس.
مهارة الترجمة من المهارات المهمة جدا جدا جدا، أسعارها عالية جدا جوه مواقع الفريلانس، ويمكن هي قريبة شوية من كتابة المحتوى. هل محتاجة إمكانيات معينة ولا لأ؟ وفترة التعلم، والله لو اللغة عندك كويسة فالموضوع فترة التعلم ده سهل جدا وبسيط، بتحدده أنت على حسب مستواك. ولكن لو أنت بتبدأ لغة من أول وجديد فده كل واحد واستيعابه، لكن ما انصحكش تبدأها من دلوقتي إلا لو أنت سنك صغير جدا، فتبدأ إنك تتعلم لغة من دلوقتي. لكن لو هتقولي اتعلم لغه ولا اتعلم حاجه جديده مهاره تانية، هقول لك اتعلم مهاره تانية، واللغه خدها بجانب المهاره دي، ابدا اتعلمها على المدى الطويل. طيب هل محتاجه امكانيات معينه؟ لا، انا ممكن بقلل امكانيات امارس الترجمه، لان هو معايا سكريبت معين برضو بترجمه وبرفعه على الوورد، وفيديو الوورد هيكون مفيد جدا بالنسبه لك برضو في المهاره دي. مهارة رقم 3 وهي مهارة التصميم. التصميم او الفوتوشوب بشكل عام مهم جدا على موقع الفريلانس، انتشر في الوقت اللي فات بشكل كبير جدا جدا جدا، اسعاره كبيرة جدا ورهيبة ما شاء الله، يعني ربنا يبارك. لو اتعلمت مهارة التصميم فبتفتح لك مجال مهم جدا وكبير جدا انك تدخل بيها لمجال فريلانس. لكن مهارة التصميم خليك فاكر هي مهارة مش سهلة، انا ما قلتش صعبة، انا بقول مش سهلة، ومحتاجة امكانيات معينة، يعني محتاجة لابتوب وبامكانيات معينة عشان تقدر تمارس المهارة دي. هتقولي ما انت في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت قلت لي انك ممكن تمارس مهارة التصميم من الموبايل، هقول لك لكن مش بنفس الكواليتي بتاعت اللابتوب. فبالتالي لو انا هتعلم مهارة واحدة اسمها التصميم فلازم اتعلمها بروفيشنال، لازم اكون فيها كويس، لازم اقدر امارسها بشكل يعني محترف شويه، عشان هي دي هتكون المهاره الاساسيه بتاعتي. لكن انا على سبيل المثال لو انا كاتب محتوى حبيت ان انا ازود معايا مهاره كمان، طب ممكن ازود مهاره التصميم من الموبايل، المونتاج من الموبايل، جانب كتابه المحتوى هتكون حاجه كويسه ليا، لكن كمهاره منفصله لا، بلاش ان هي تكون من الموبايل، لان مش هيكون شغلك بروفيشنال ومش هتكون مهاره اساسيه بالنسبه لك. رقم 4 وهو مجال من اهم المجالات المنتشره في الوقت الحالي، وهو الموشن جرافيك. لو انت في يوم من الايام اتعلمت الموشن جرافيك او برامج ادوبي وبرنامج افتر افكت وعرفت انك تشتغل موشن جرافيك، فانا عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله عليك، انت وصلت خلاص. الموشن جرافيك غالي جدا في الوقت الحالي، اسعاره بتزيد عن 1000 و1500 جنيه، وعلى مواقع الفريلانس الدقيقه الواحده بتزيد عن $100. على فكره 1000 و1500 ده للدقيقه الواحده، مش حاجه كبيره يعني، لكن هو فعلا المقابل ده بيكون مناسب للمجهود اللي بيبذله الشخص عشان يعمل دقيقه الموشن جرافيك. فلو انت في يوم من الايام اتعلمت الموشن جرافيك فهيكون مفيد جدا بالنسبه لك، تقدر من خلاله تدخل لمواقع الفريلانس وتحقق ارباح كبيره جدا. ولو مش مصدق ده ادخل دلوقتي على مواقع الفريلانس او على الفيسبوك حتى، اسال كده على اسعار موشن جرافيك وهتعرف هي قد ايه. طيب المهارة دي محتاجة إمكانيات وسهلة ولا صعبة؟ المهارة دي صعبة شوية، محتاجة إمكانيات محتاجة لابتوب بإمكانيات أعلى حتى من الإمكانيات اللي اتكلمنا عليها في التصميم، لا محتاجة إمكانيات أعلى شوية، فبالتالي لازم تكون عامل حسابك إنك لو هتدخل مجال الموشن جرافيك يكون عندك الإمكانيات المناسبة اللي تأهلك إنك تدخل للمجال ده. المهارة اللي بعد كده وهي مهارة التسويق الإلكتروني. الديجيتال ماركتنج من المجالات المهمة جدا، تقدر تشتغل بيه، تفتح ستارت اب لنفسك وتعمل تسويق لناس، سواء كان من على الفيسبوك أو منصات السوشيال ميديا بشكل عام، وكذلك مواقع الفريلانس. مهارة مش سهلة لكن محتاج انك تتعلمها بشكل كويس. على فكرة اليوتيوب منتشر جدا، مواقع كتير جدا بتقدم كورسات مجانية، في كورسات كتيرة جدا مدفوعة محترمة جدا، تقدر من خلالها انك تدخل للمجال ده وتتقنه بشكل كبير جدا. الممارسة فيها من اهم الحاجات، كل ما تمارس اكتر يكون عندك خبرة اكتر في المجال اللي انت بتسوق له. محتاجة امكانيات ولا لا؟ محتاجة لابتوب عشان تقدر انك تفتح البرامج او الويب سايتس اللي انت تقدر من خلالها تدير الحملات الاعلانية بتاعتك، فبالتالي عشان تدخل للمجال ده محتاج لابتوب، ممكن لابتوب بامكانيات بسيطه يكون كافي جدا بالنسبه لك. المهاره رقم 6 وهي مهاره المونتاج. المونتاج من الحاجات المهمه جدا برضو، وعلى فكره تصميم مونتاج موشن جرافيك، فهو برامج شركه ادوبي هي يعني المتبنيه الفكره دي كلها. برنامج بريمير من اهم البرامج المونتاج دلوقتي، وفي برامج تانية زي دافينشي، في برامج بالموبايل زي كاب كات، زي كانفا برضو تعديل على الفيديو، زي البريمير رش موجوده على الموبايلات لكن مش في كل الموبايلات. لكن عايز اقول لك ان السمارت فون دلوقتي بقى يعني مهم جدا جدا، تقدر من خلاله تمارس اي مهاره ايا كانت المهاره دي ايه. فبالتالي لو انت عايز انك تدخل لمجال المونتاج لازم تكون عارف ومحدد دلوقتي الامكانيات اللي موجوده معاك ايه، هتدخل من خلال الموبايل ولا من خلال اللابتوب. ولو من خلال اللابتوب فهو بيحتاج امكانيات معينه عشان تشغل البرامج بتاعتها. من خلال الموبايل فمهم جدا برضه يكون معاك موبايل بامكانيات كويسه متوسطه عشان تقدر من خلاله تستخدم البرامج دي من غير ما تتعبك. طيب محتاجه وقت كتير للتعلم. لو انا هتعلم المهاره دي المهاره دي هتحتاج وقت كويس منك، ما يقرب من شهر ونص شهرين عشان تقدر تدخل للمجال ده. ولو انت عندك سابقه قبل كده او انت عارف قبل كده عن البرامج ادوبي، اتعاملت على
فوتوشوب، اتعاملت على افتر افكت، فالموضوع هيكون بالنسبه لك سهل جدا انك تدخل لبرنامج بريمير وتتعلمه وتقدر تشتغل في المونتاج. المهاره اللي بعد كده، وهي مهاره ممكن تكون موجوده عندنا كلها وبنعرف نعملها، برامج مايكروسوفت اوفيس من اهم المهارات اللي تقدر تدخل بيها لمواقع الفريلانس. سواء كان هتدخل ببرنامج زي باوربوينت مثلا، انك بتعرف تعمل باوربوينت، تعمل سلايدز معينه، تعمل انفوجرافيك. الحاجات دي مهمه جدا وبتطلب على مواقع الفريلانس، سهله جدا، بتاخد مده تعلم بسيطه جدا، تقدر تتعلمها بسهوله. وان شاء الله اعمل لكم فيديو اعلمكم فيه ازاي تستخدموا الباوربوينت. مش محتاجه امكانيات معينه، تقدر تمارسها بكل سهوله، ولكن لو معاك لابتوب الموضوع هيكون افضل بكتير. كذلك برضو من برامج مايكروسوفت اوفيس برنامج الوورد من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن تشتغل بيها. هتقولي طب انا هشتغل ايه على الوورد؟ هقول لك والله ناس بتطلب منك تحول ملفات من PDF في الوورد وتعدلها، فبالتالي لازم تكون بتعرف تستخدم برنامج الوورد. فمايكروسوفت اوفيس بشكل عام، واللي بيعرف يشتغل الحاجات دي واللي واخد دورات الICDL، الموضوع ده هيكون مفيد جدا بالنسبه له، ويقدر من خلاله يدخل لمواقع الفريلانس، وبالتالي يقدر يحقق لنفسه دخل كويس جدا من مهارات بسيطه خالص. المهاره اللي بعد كده هو مهاره التفريغ الصوتي. التفريغ الصوتي معناه انك بتسمع فيديو معين، وليكن زي الفيديو اللي انت بتسمعه ده، وهتبيضه على ورق. عارفين تفريغ المحاضرات؟ هي نفس الفكره، مهاره سهله جدا بسيطه جدا، مش محتاجه حاجه غير انك يكون عندك سماع كويس. كل ما يكون سمعك كويس تقدر تكون شخص مفرغ صوتي كويس. فبالتالي دي مهاره سهله جدا انك تمارسها، منتشره جدا على مواقع الفريلانس سواء كان مواقع عربيه او اجنبيه، وتقدر من خلالها تدخل لمواقع الفريلانس. انصحك جدا 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 تبدا من دلوقتي على المواقع، حتى لو هتبدا بمهاره زي دي او برامج زي برامج مايكروسوفت اوفيس. في مهارات تانية كتير جدا بقى زي الفويس اوفر، وطبعا الفويس اوفر دي بقى من المهارات اللي محتاجه يعني موهبه. يعني مش هتقول لي يلا انا هبقى فويس اوفر النهارده. انا مثلا على سبيل المثال عبد الله هو عارف صوته وعارف نبره صوته ان هي ما تنفعش تبقى فويس اوفر، فبالتالي مجال فويس اوفر ده يبقى بعيد عني شويه. لكن في ناس تانية بيكون عندها خامه صوت، يعني ربنا كريمها بخامه صوت معينه مميزه، زي اللي بتسمعه في ناشونال جيوغرافيك كده او بتسمعهم في الاعلانات. الناس دي بيكون عندها خامه معينه، ففي ناس بتحتاجهم يعملوا تعليق صوتي على الفيديوهات بتاعتهم. فلو انت من الناس دي تقدر انك تدخل لمجال فريلانس بالموهبه اللي موجوده عندك دي. لكن خلي بالك عشان تدخل بيها برضو محتاج شويه امكانيات معينه، زي مايك كويس ومكان معزول بشكل كويس عشان تقدر تسجل الريكوردات بتاعتك او الصوت بتاعك بشكل نقي جدا وتسلمه للعميل بشكل بروفيشنال. دي كده المهارات اللي كنا هنتكلم عنها النهارده. وعلى فكره في مهارات تانية كتير جدا، يكفي ان اقول لك ان موقع زي فريلانسر بيتقدم عليه ما يقرب من 1800 نوع خدمه مختلف، فبالتالي تخيل بقى كميه المهارات اللي بتتقدم عليها. لكن انت من دلوقتي المهارات اللي موجوده قدامك دي هي اهم مهارات. ابدا حدد المهاره اللي تكون مناسبه ليك، والمهاره دي ابدا انك تتعلمها بشكل كويس جدا عشان تقدر من خلالها تدخل لمواقع الفريلانس. اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل فيديو جديد يوصلك ويدعمك انك تدخل لمجال فريلانس وفعلا تحقق لنفسك دخل شهري كويس جدا وثابت يفرق معاك جدا في حياتك. هدفنا ان احنا نكون جزء من نجاحك، وبندعي ربنا دايما انه يكرمنا ويوفقنا ان احنا نساعدك انك تغير من حياتك للافضل، وان نكون جزء من التغيير ده. وربنا يساعدنا ويكرمنا ان شاء الله ان احنا نعمل كده. بالتوفيق ان شاء الله، واستنونا فيديوهات تانية. السلام عليكم.